مش معقولين بالمرة، مش ممكن ما تفكرش تاريخ، يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه الجمهور بس النادي الاهلي. مش ممكن الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. اهلا بكم اعزائي جماهير النادي الاهلي، اعظم جماهير لاعظم نادي في الكون وصواريخ حمراء جديدة. جماهير الاهلي لن تبلع الطعم. اعزائي جماهير الاهلي اللي بيسمعوني دلوقتي، كل اللي انا طالبه من حضراتكم تمشوا معايا في الحلقة دي واحدة واحدة، واللي هنبدأها بالاعتراف والإقرار بأن جماهير الأهلي ليسوا مجموعة من الملائكة، لكن في نفس الوقت لازم الكل يعترف أنهم في المقابل ليسوا مجموعة من الشياطين. عشان كده جماهير الأهلي كان لها ردة فعل على تصرفات وتدوينات تركي آل الشيخ الاستفزازية بأنها قامت بسبه بشكل جماعي في المدرجات قبل مباراة الأهلي وحورية الغيني. طبعا المقدمة دي مش معناها اننا بنأيد اي خروج عن النص، لكن ده مجرد توصيف لواقع حدث بالفعل، وفي حقيقة الامر مفيش حد عاقل ممكن يقر الغلط حتى لو كان الغلط ده من ابنك او ابوك او اخوك. لكن في نفس الوقت انا بسأل، اذا كنتم بتحاسبوا جماهير الاهلي على رد فعلها حتى لو كانت مرفوضة، فمين بيحاسب تركي على استفزازاته الدائمة ضد الاهلي ورموزه وجماهيره؟ ومين بيحاسب مرتضى منصور اللي طايح بالخوض في أعراض الناس وقذفهم بالباطل دون حسيب أو رقيب؟ في أسطورة اسمه النادي الأهلي. لو رجعنا بالذاكرة للوراء قليلا، وتحديدا في شهر مارس اللي فات، هنفتكر اللي حصل في مباراة الأهلي ومنانا الجابوني في ذهاب دور ال 32 في المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة. في اليوم ده عدد من الجماهير اصطدمت بالأمن، وثبت بالشواهد انهم كانوا عدد من المندسين بين الجماهير اثاروا الأمن، وانتوا عارفين ان وقت الزحمة والهيصة ازاي بيكون صعب التمييز. وانا اتكلمت عن الموضوع ده في حلقة سابقة، وعرضت فيديو بيأكد ان جماهير الاهلي الحقيقية كانت منشغلة بالتشجيع وقت الكر والفر بين الامن والقلة المندسة اللي خرجت عن النص ولم يتجاوز عددها 20 فرد. وتعالوا نفكركم من خلال الفيديو ده. كانوا مندسين بين الجماهير بدليل الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي، وهتلاحظوا ان جماهير الاهلي الحقيقية كانت منشغلة اثناء الحدث بتشجيع الفريق. طبعا الصورة بألف كلمة، لكن اتحاد الكرة ما صدق وعاقب الأهلي بنقل مبارياته خارج القاهرة إلى استاد برج العرب. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. في الفقرة دي هنتكلم عن عقوبة الكاف اللي صدرت عن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمعاقبة الأهلي وتغريمه على خلفية مباراته الأخيرة ضد حورية الغيني بقرار من رئيس اللجنة، وده تم وفق لائحة الانضباط بالكاف، وتحديدا البنود رقم 83 و85 و131 و132 واللي معروضة قدام حضراتكم على الشاشة. يعني بالمختصر المفيد، لو حصل اي خروج عن النص في مباراة وفاق سطيف لا قدر الله، هيتم حرمان الاهلي من جماهيره في المباراة النهائية وفي مباراة السوبر الافريقي. ولو عدت مباراة وفاق سطيف على خير، لكن حصل اي تجاوز في مباراة النهائي، هيتم حرمان الاهلي من جماهيره في مباراة السوبر. طبعا كل ده لو ربنا كتبها لنا وتخطى الاهلي الدور نصف النهائي ومن بعده الفوز بالبطولة، وكلنا نقول يا رب. وتعالوا نروح للفقرة الرابعة والأخيرة اللي هوضح لحضراتكم خلالها مخطط تم تنفيذ جزء منه، وهناك محاولات جادة لتنفيذ باقي سيناريو المخطط في المباريات القادمة لمحاولة الإضرار بالأهلي وجماهيره. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. ومعاكم في الفقرة الأخيرة، وبأكد من خلال معلومات أن هناك من قام بتأجير عدد من الجماهير اللي اندست بين جماهير الأهلي والزمالك للإضرار بالأهلي. ما تستغربوش، فعلا الفئة دي اندست بين جماهير الزمالك كمان. طب ليه؟ هقول لكم ليه. الشخص اللي قام بتأجير الفئة دي في مباراة الأهلي هو الجعجاع،
اللي طلب منهم يشتموه هو شخصيا، وبرضه هتعرفوا ليه دلوقتي. وفي مباراة الزمالك بتدخل نفس الفئة المأجورة وتشتم الخطيب حسب تعليمات الجعجاع اللي بيعمل فيها ذكر، وحسب الاتفاق بيعمل مشهد درامي ويروح ناحيتهم ويطردهم بره المدرجات، وطبعا الكاميرات كلها بتتابعه وهو بيمثل الدور. واستمرارا للسيناريو والحبكة الدرامية الحقيرة بيخرج الجعجاع ويهاجم الكابتن الخطيب وبيقول ان جماهير الاهلي بتهاجمه وان الخطيب ساكت، لكن لما جماهير الزمالك هاجمت الخطيب الجعجاع قام وطردهم من المدرجات. طبعا فيلم هندي محروق. خدوا بقى اخطر ما في السيناريو الحقيقي، والطعم اللي هيحاول كارهه الاهلي اصطياد جماهير الاهلي في مبارياته الافريقيه القادمه، واولها في لقاء وفاق سطيف. لكن على مين؟ بجماهير الاهلي العظيمه اللي ترقص اي حد. اولا هناك من يسعى لدس عدد من المأجورين بين جماهير الاهلي في مباراه وفاق سطيف، ودي مش مجرد كلام الناس بتتناقله على صفحات السوشيال ميديا، لا الكلام ده صحيح 100%. عشان كده بوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى لجماهير الأهلي العظيمة وبقول لهم احذروا الفخ، لأن ناديكم في أمس الحاجة ليكم في الفترة القادمة. الرسالة الثانية بوجهها لقناة الأهلي وبقول لكل مقدمي البرامج وفرق الإعداد لازم تركزوا في اليومين الجايين على تذكير الجماهير وتنبيههم للمخاطر المحتملة من قبل الفئة الكارهة للنادي الأهلي. الرسالة الثالثة بوجهها لإدارة النادي وبقول لهم لابد من اتخاذ إجراءات احترازية بالشكل اللي تشوفوه مناسب لحماية جماهير الأهلي الحقيقية وحماية النادي من وقوع أي مشكلة ممكن يتسبب فيها المأجورين. وفي النهاية بقول مسك التاريخ بالقلم لاجل يكتب عن الأساطير، قال القلم وفر سطورك وارسم صورة للجماهير، لو توصفها بالكلمات راح تعجز عن التعبير، صورتها تلاقيها ورا الأهلي، عشقة لنادي عظيم وكبير وعجبي. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.